مني هلا لقيتك. شوف انا وين كنت؟ قلبت عليك الدنيا كامل. وقتاش ولدتي؟ خدوا مني، أخذوا صهيب. شكون صهيب؟ أخذوا هربوا. خلاص رجعت ما لقيتهم، لقيت بطل بابا تشرب. أنا بالبيت. شوف استنيني هنا، استنيني دقيقة. أعددت للظهر درعا كنت أحسبه متين، فإذا بالدرع كتان. يالله يالله. بلادي هي الجزائر وعليها أنا راني حاير، يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي، شحال ندموا العباد الغافلين قبلك وقبلي، يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي، شحال ندموا العباد الغافلين قبلك وقبلي. واش يا بنتي دوك انتيا راح تقعدي هكذا ماكي حابه تحكي لي والو؟ هي من قبل وانا راني قاعده قدامك، قولي لي كاش حاجه هكذا باش نروح نرقد، ريحيني. ما على باليش واش راح نقول لك، راني محيره بزاف، ما على باليش واش من جواب راح يكون صواب. علاش يا بنتي؟ شحال عندك انت راكي تسني في هذه الفرصه، ودوك كي جات لفمك حبيتي ترميها، علاه يا بنتي؟ صح، من بكري وانا متمنيه دادا زايد تخطبني لوليدها، بصح ماشي بهالطريقه. واش من الطريقه اللي كتحكي عليها يا بنتي؟ شوفي يا نسرين، من الصباح زعما وانا قاعده قدامك باش تحكي لي، وكي بديتي تحكي ما فهمت منك والو. هيا ماما، هيا احكي لي. يما انا نحب طاطا زهية بزاف، بصح عمري ما توقعت انها تفكر فيا
عروسها لوليدها وبرك. بعد ما صرا اللي صرا ما خمتش فيا عروسه، خمت فيا ما لا باليش واش نقول لك. طاطا زاهيه على بالها بلي نعز رشيد بزاف وما نقدرش نفرط فيه. كيفاش تحبني نفهمك؟ هي راهي متاكده بلي رشيد راح يكون مرتاح معايا، ولو كان ما صرالو والو تروح تخطب لواحد اخرى. كيما تقول هي ما عرفنا كثار وما نجيب لوليدي غير بنت فلان وفلان. علاش عليك يا بنتي تخمي بهذه الطريقه؟ علاش؟ على بالك بلي طاطاك زاهيه تحبك بزاف، وعلى بالك قداش من مره وهي قاعده وتماني لي عليك لوليدها. خير انا اللي ما حبيتش نقول لك هذا ماك. ها يما ما تقولي ليش قالت لي وما قالت ليش. نعرف طاطا زاهيه مليح كيفاش تخمم، وهي ماذا بها تبعد نسب بيناتنا. نعرفها مليح كيفاش تخمم. وش بيك؟ وش راكي تحكي يا طفله؟ فهميني، مازلتي تحبيه ولا خلاص بطلتي؟ بطلت، عمري ما نقدر نبطل نحبه، وهذا الشيء اللي راهو يزيد عليا الهم. رشيد حبه يزيد يكبر كل يوم. يا ربي لو كان ما قلت له والو. وشنو هذا قلتي له ما قلتي له؟ فهميني واش قلتي له؟ لا يما ما قلت له والو والو. المهم يما انت دوكا ما تقلقيش روحك، انا هذا الموضوع راح نخمم فيه مليح. رشيد صح انا نحبه، بصح مانيش حابه نعيش معاه مذلوله طول حياتي قدامه وقدام يماه. مانيش حابه بعد 10 سنين من زواجنا نحسوا باللي راهو مفضل علي. ما راح اعطي نساء الا والله. لا عيال شغله، لا تكون مثل غيداء انت الثاني. بكي الزلمه طلع من عنا وما اخذ شيء من ارباحه. نصيحتي انسان قصه. مو قبل ما احرق له بيته. شو؟ هو في جمانة وش بيك؟ تعرفيهم؟ خلاص هاي بدك تريحين. لا أدري كيف سمحت لطيفة لنفسها بأخذ طفلنا صهيب والاختفاء.
والله الليلة ليلتك يا ساير. وين وصلتي حبيبتي؟ خلصت تقريبا حبيبي. شو ثبتت الحجز؟ خلاص حبيبتي، البطاقات راهم موجودين عندي. لازم نكونوا في المطار قبل الساعة 5. ايه اوكي. سكرتيني، لا تنسي التقرير الطبي اللي يخص الحمل نتاعك باش ما يوقعناش مشكل في المطار. لا تاكل هم، صار بالشنطة. منيح، معناته نروحوا مباشرة على المطار. اوكي انا جاهزة. شو هالكرتون اللي بايدك؟ والله راني نبحث على شي حاجة باش نكتب عليها للبيع ونعلقها في الشباك. هكذا تفاهمت مع صاحب العقارات. ايه منيح. في قلم بالدرج اذا بدك. شكرا حبيبتي. خرب بيتك على هالقصبية. لوين يا مهوي؟ لوين يعني؟ عالجامعة. لا والله قوياني ما شاء الله. خوفتيني. عالجامعة وبهيك منظر؟ ليش شبني؟ مثلي مثل كل البنات اللي بتجتمع فيهم. مثلي مثلهم. خلصي بليك. لسانك طولان وصاير بده قص والله. لك اضرب اضرب يا جبان يا حقير. والله لا ربي فيك المزابل يا بنت الكلب والله. ولك ابي اشرف منك. طلع من البيت ما عاد فيه وروحي على الجامعة تشطبيها من قاموسك. بدي كسره لهالراس اليابس تبعي. عمى شو باع البيت ها؟ شبع يا عماد بيك. شبع.
ماما حبيبتي، شو ماما؟ يلا ماما عم نستناكي على العشاء. روح يا يوسف. حطك هذه ولا هذه يوسف؟ شويه بطاطا. هاي صاحتي. نعيم شو نحط لك؟ بسم الله. تعرف يا يوسف ليه مش كنت لقيتها؟ لقيت نسرين. يا قالت لي جابوا واحد القش على الدار يهبل. ومن بعد صح. من بعدها ثاني شويه خبز. اعطينا لك الخبزه. انا قلت التلفزيون القديم نعطيوه للذراري يديروه في البيت تاعهم، وحنا نشريو هذا جديد نحطوه في الصالون. واش قلت يا يوسف؟ يا يما زيدي لنا شويه على بالك الماكله تاعك تموت عليها. هي قدامك اخويا، كاين الخير والبركه. انت دايما تزيد الماكله قبل ما تذوقها. معليش خوك سخاف. انا كبير ناكل طبسي كبير، انت صغيره تاكلي طبسي صغير. انا عمري ما كليت طبسي صغير ولا كبير. راكم تسمعوا واش راهي تقول هذه المشاهديه. واش يا يوسف؟ راك ضرب سكيته. واش رايك؟ التلفزيون دوكا نشريو ولا ما نشريوهش؟ بابا نشريو تلفزيون جديد هذا والقديم نعطيوه لي نديرو في البيت. شوف يا سيدي، وليت تطلب بكل تلقائيه وكانك واحد من العائله ولا مانيش عارف. نعيم ما نسمحلكش تقول هذا الكلام، ها؟ احترم روحك. شحال من مره وانا نفهم فيك. هاك صاحب كل يا سهية بوليدي، هذاك قليبك وش راه حامل، يا ريت نطلع عليه وش راه فيه. يا نهار يطردق ما على باليش وش يصير في هذا الدار. ربي يعطيك الصبر يا وليدي، ربي يعطيك الصبر. السلام عليكم. وعليكم السلام. سبقتوني اليوم. واش فؤاد؟ طب قلتها اليوم مش من عوايدك واش ترى؟ الله غالب يا اما اليوم خدمت برا عند زاير. نقول لك الصح من جيت نوصل سفريت. وين يما هناك راه؟ لا حنجيب لك صحن فاتك. من بالي خلصت الماكله كي العاده، راح تقلي لي البطاطا ولا البيض. هاك على بالك خبز الدار ياكلوا البراني. انا شبعت الحمد لله، الله يدوم هذه القعده. علاش عليك يا نايم علاش؟ حط روحك في مكانه، حس واش راهو يحس هو. صهيب صهيب صهيب، كرهتوا لي حياتي بصهيب انا ثاني. انا نحب صهيب خير من ناعم. تقوليش هكا حنونه، على بالكي لو كان يسمع بك ناعم ما يهدرش معاك طول حياته، وعلى بالكي احنا رانا كاع خاوه. ادخل.
على بالي ما كليتش مليح معانا، كنت خبيت شويه شيكولا قلت نجيبها لك تاكلها كي تجوع. يا سيسينا ديالي هاد الشيكولا خبيها عندك، كي تروحي للمسجد ديها معاك وكلها. مازال بزاف على المسجد نتاكلها وانا من بعد نشري وحده. راه يا سيدي غادي نديها بصح ما ناكلهاش كاع، قاسمها انا وياك. انتي الحلوه تاع الدار. حنا رجعوا السمانه الجايه المدرسه، بصح ما على باليش شكون راح يديني. انا نديك ونجيبك كل يوم للمسجد. صح. الجامعه تاعك؟ يا سيدي الجامعه تاعي ما تفكريش بها، انا ندبر راسي، المهم انتي ترتاحي برك. روح عندك. ديري. مرحبا ماما. أهلا ماما. خير ليش قاعدة لحالك؟ والله يا عمي ما في شيء، صفنانة بهالدنيا. بابا عمل شيء؟ لا ماما لا، أبوك ما دخل. بس صراحة عم فكر بتيتي، عم أقول لحالي يا ترى شو عم تعمل هلا. طيب بتحبي نروح نزور تيتا؟ عن جد؟ يا ريت. طيب أنا باخذك. وأبوك؟ يا حبيبتي بلت البحر خلص اعتمدي على بشوفهم عليك. طيب ماشي. بكرة؟ بكرة أنو ساعة؟ ما بتفرق معي أمي، أنت على حسب وقتك، بس أقول لك شو، الأحسن نروح بوقت أبوك ما يكون موجود بالبيت. هو ليش خايفة هالقد؟ لك يا عمي الاحتياط واجب. طيب مثل ما بدك، طلباتك أوامر. هاي شو بكون قاعدين وخانقين حالكم هون؟ شرفت ست الحسن والجمال. وين كنتي لهلا يا خانم؟ لهلا؟ ليش قديش الساعة يا عنتر زمانك؟ ماما الله يرضى عليكي ما بصير تحكي بهي الطريقة مع أخوك، عم تسمعي؟ على كل أنا كنت مع طنط غيداء، طلعنا على السوق شوي وبعدين تغدينا سوا، بعدين وصلتني لهون بالسيارة. غيره في شيء؟ والله كتراني طلعاتك مع هي طنط غيداء مثل ما عم تسميها. فكري عندي أبي يسألني وبابا بيعرف علاقتي مع طنط غيداء، بعدين ما حدا فيكم له علاقة فيي. لك يا مجنونة انت بتعرفي هي المنحوسة اللي اسمها غيداء شو عملت فينا ولسه مصرة تفوتي وتطلعي معها؟ والله عن طنط غيداء ما عم بسمع غير كل خير، والوحيد اللي عم بسمع عنها قصص شروي غروي هي خالة جمانة. لك لا تجيبي سيرة جمانة على الثاني. أنا بقول فيكم تضرب مغلطة صحيح. من 10 بقوم 40 وصلني. عجزتني وحياة الله عجزتني، وكله من تحت راس ابوك من كثر ما مطمعه وعطيه وش. طولي بالك. استغفر الله العلي العظيم. تعالوا هدول حطهم بالخزانه بالغرفه الثانيه وصنفهم حسب تاريخ الوارد، واي شيء بيجي بتنزلوه على الكمبيوتر وبنفس التصنيف. يلا سيدي. احترام سيدي، شو من شان الملفات الخاصة بالسجناء المنعولين؟ ليكن انا مجهزهم، خذهم وما بتنقلوا حدا الا بمعرفتي. ها حاضر سيدي. ماما دعاء. ماما مشان الله لا تقولي ماما، لانه انا ماني بنتك، سيف هو ابنك. يا امي الله يرضى عليكي، شو هالحكي اللي عم تحكيه؟ يعني معقوله احب سيف اكثر ما حبك؟ والله انتوا اثنين نفس المعزه. لكن ليش مديتي ايدك علي؟ اذا بابا اللي هو بابا بحياته ما ضربني. خلص امي الله يرضى عليكي لا تبكي، انا اسفه حقك علي. لا تدقريني، لك مليت من حركاتك، كل مره بتضربيني وبترجعي بتبوسيني، كف وبوسه. لك يا امي انت كمان الله يسامحك بتخليني اساوي شغلات انا بالاصل ما بحب اعملها. ليكي ماما انت مالك حكي معي، بس يجي بابا انا بحكي معه، تركت لك البيت وماشيه. شو عم تحكي انت؟ لوين بدك تروحي؟ بدي اروح عند طنط غيداء، هي عرضت علي هذا الشيء. نعم؟ غيداء عرضت عليكي هالشيء؟ وينك دعاء؟ انا مو ممكن اسمح لك تنامي ليله برات البيت، عم تسمعي؟ حتى لو وافق ابوكي، وهذا الحكي ما بدي اسمعه منك مره ثانيه.
شفتي حكيك هاد؟ شفتي انك بتكرهيني؟ قلت لك انت ما بتحبيني. لك يا امي الله يرضى عليك اسمعيني، في شغلات كتير ما بتعرفيها عن هي البطيخه اللي اسمها غيداء. هي عم تعبي لك براسك حكايات مدري من وين. لك هي وحده مو طبيعيه مجنونه، ياما بحياتها عامله شغلات وشغلات. ماشي انا ما بعرفها، بس فيكي تحلي عني؟ فيكي تفرقيني؟ لك يا امي طولي بالك الله يرضى عليك اسمعيني شوي. لا اله الا الله، اتركيني بقى، اتركيني، حلي عني، فرقيني. شو اللي شفت لك زي والله يا امي اختك جنت ورح تجنني ماما، كل السبب من هالحقيره اللي اسمها غيداء. جعلني فيها اختك مهووسه وما لسانها غير غيداء وغيداء. وهلا طالعت لي كمان بنغمه جديده بدها تروح تعيش معها. شو جنيت هالبنت؟ قال عم تقول هي اللي قالت لها. طيب ابوها بيوافق؟ شو بعرفني يا امي، ابوك رح يحكي شيء مع شريكته؟ طيب انا بحكي مع بابا مشان ينتبه لتصرفات بنته مع هي اللي اسمها غيداء. لك يا امي ابوك ما خرج ينحكى معه بهذا الموضوع ابدا، بكره بيعرف اني انا قايلت لكم شيء عن قصصه القديمه. لا تحكي شيء، اتركني انا بتصرف. رح تجنني يا المرأة. حبيبي العشاء جاهز. يلا جاي. عم نستناك. ليش عاملة بحالك هيك؟ ما ترد بحالك. شو علي، عم بشتغل بالبيت مالي منتبهة. حتى لو عم تشتغلي بالبيت ديري بالك على حالك، يعني معقولة هالمناظر بالبيت؟ حاضر مثل ما بدك، خليني نادي للولاد. ماما ليش هيك فتي؟ فكرتك بابا. عجبك هيك؟ هي جرحت ايدي. اسفة يا حبيبي اسفة. من وين هي الخشبة؟ شو عم تعمل؟ من وين يعني؟ من الشجرة، عم حاول طلع منها شيء. مو هيك بده البابا؟ مو هيك كل ما بيشوفني قاعد بينطرني محاضرات شو قاعد عم تعمل؟ كون منتج، كون عضو فاعل بالمجتمع. هي عم بعمل بنصيحته. يا امي ابوك عم يحكي مشان مصلحتك. كل العالم بيتمنوا اولادهم يكونوا احسن اولاد بالدنيا. قوم قوم خلينا نتعشى وبعدين بتكمل نحتك. قوم. بابا بده يتعشى معنا؟ يو طبعا. ايه ما بدي اقعد معه على نفس الطاولة. شو بنا وسيم؟ لا تكون حساس زيادة عن اللزوم. ابوك قلبه كتير طيب. امي انا ما قلت شيء، إيه بس هو بيطبق علينا النظام كانه عسكر عنده. عود منيح، لا تنجلق، لا تهرهر، حط الرغيفه هنيك، السكين بايدك اليمين، لا تشرب وانت عم تاكل. إيه شو هاد يا بحياتي ما قعدت معه على الطاوله وشبعت، كانه ولدني بس ليراقبني. معلش امي، قوم كرمالي. ابوك طبعه كتير صعب، خلص تعودنا عليه، يعني مو غلط اذا بحب النظام. خلص حبيبتي قولي له هلا اكل وما له جوعان، بعدين مو هو دائما بيقول لنا انه ادخال الطعام على الطعام مفسده للمعده؟ ايه الله يعيني عليكم.
فينا بدنا نرتاح. تعالوا جنبنا. شو اخبار شركتك؟ ما قلتي لي. ما بعرف شيء بالاسم الشركة لإلي. يعني عم تنويهم انت؟ شو عم تحكي يا رجل؟ ما بعرف شيء بحسابات الشركة، حتى الأرباح هن بيحولوا لي إياها على حسابي أوتوماتيكيا. ايه بس هالشي كتير غلط. يعني عدم المؤاخذة، هالشركة فلتانة على كيفها. عم يعملوا أعمال بتهوي. آخر عمل عملوه عم يحكي على ناس عصاميين مكافحين بالحياة وعم يسميهم عصابة، يعني باختصار عم ينتف بدقنا. هذا اللي اسمه ظلال الشمس السوداء لك علاك. حبيبي المهم اني ضل موجودة على الساحة الفنية. هلأ شيلونا من الشغل، خلونا ننبسط لنا شوي. صحيح والله. لك أنا عندي سؤال بيجي دايما لأطرحه عليكم بس ما بلاقي الوقت المناسب. خير شو سؤالك؟ سؤال بخصكم انتوا الاثنين. أنا كمان. هات لشوف أتحفنا. هلا نحن قد صرنا تقريبا مع بعضنا البعض؟ من زمان. انا يمكن لو متجوز كان بنتي او ابني بالجامعه هلا، او يمكن خاطب لهم كمان. الله يخلي لك اياهم. وانت قلتها، يعني كتر خيرك اختصرت علي الطريق لحتى اسال سؤالي. تفضل سال. النقطة اللي عم تحكي عنها، يعني باختصار انت ليش ما بتتجوز او ما بتخطب قبل ما يفوتك قطار العمر؟ مو قبل ما يفوتني القطار، انا فاتني القطار وخلص. بعدين تعال اقول لك، مو نلاقي بنت الحلال بالاول؟ لأنها موجودة عم بحكي هيك. ومين هي؟ والله أنا برأيي بلا ما نلف وندور بياكل حل قدامك موجود. شو رأيك؟ رأيي إنك بايخ، وبايخ كتير كمان. شكرا يا غيداء على هيك رد. والله رح اترككم انتوا اثنين تفكروا على رواق، بركي بتتفقوا. يلا السلام، انا لازم اروح على البيت. هكذا يا عمي، اللي وراه عيلة مو مثل عزابين حاطين. بدفع انا ولا بدفعوا انتم؟ لا حبيبي، بأدي اللي دفعته. توكل على الله، روح. ايه ايهام، قلت لي بدك تتجوز؟ والله شو اسمه؟ ماما ضياء تأخر الوقت، يلا فوت نام. الله يخليكي ماما، بس كمل هالفيلم فوت نام، خلص قرب يخلص. قوم نام، عم قل لك يلا بسرعة على التخت. اكيد بكره ما عنده شيء، عنده عطله، بس ليخلص الفيلم بيقوم بينام. هيك؟ نعم. شبك ليش هيك فايت مثل السكرانين؟ اسف بابا، بس في برنامج خفتي يروح عليه. ايه بتفوت ولا كانه حدا موجود؟ اقل شيء احترم الموجودين بفوتها. بعمرك لا بتتعلم لا ترتيب ولا نظام. شو اسمه البرنامج؟ وعلى انه محطه وانه ساعه بيطلع؟ انا بورجيكم، اذا ما تركت لكم البيت ومشيت على هذا البيت مالي رجعه. استنوا علي بس ليجي بابا. كان انا تضربني مشان الفسعون سيف. افتحي الباب الله يرضى عليكي. ماما بعرف انك فايقه، شايفه ضوء اوضتك وسمعاني صوتك. افتحي يا امي الله يخليكي، شو عم تعملي؟ والله ما هان علي تنامي بلا عشاء. افتحي ماما. ما هان عليكي؟ يا علي والله زعلتيني. على كل انا قاعده هون ماشي، رح اقعد بس ليجي بابا. انا بورجيكي على هذا الحكي ما رح اسكت. خلص ماما مثل ما بدك بصير. انت هلا افتحي لي الباب وبعدين بنحكي. يلا امي يلا دعاء الله يرضى عليكي، خلصينا. والله العظيم جاي عبالي اكسر الباب فوت طعميه كفين لحتى تبطل جنانها هاد. وطي صوتك، ما بدنا نزيد الهم على قلبنا همين. من غير شيء هي عصبيه، هلا تروح تعمل لها بحالها شيء قصه وتقطع لي شرايين ايدها مثل هذيك المره. الله يرضى عليك يا امي، مو ناقصنا فضيحه ووجع راس. اصلا كل هذا الحكي من دلال ابو وائله. امشي امشي تعال معي، لا تزيد كلمه بلغ روح. هيك لكان يا عماد، عم تتمسخر علي.
عم تعرضني للزواج قدام أيهم كأني بضاعة بدك تخلص منها قبل ما تنتهي صلاحيتها. ماشي. أنا بورجيك يا عماد الزفت، إذا ما بخليك تجي لعندي زحف ما بكون أنا غيداء. أنا بورجيك. ديما حكاية واحدة، هذا جا الجزائر ناخذ غادر من الجزائر، الجديد ما كان والو. انت ذوك يا ابني الله يربي يهديك، وش قلقك؟ هذه هي الدنيا وهذه هي السياسة، ناس طالعة وناس هابطة وناس، هذه هي، انت ذوك لا تتقلق. يقلقوني يا يما، على بالك يقلقوني، هما يهرسوا في الماء وانا نتبع فيهم. لا لا هذه عندك الحق فيها، وانت قاعد لي يا سيدي تتبع لي فيهم، على خاطر قاعد لي لا خدمه لا قدمه ولا هم يحزنون. ايوا رجعنا للحكايه هذه يما. هيا صحيح يرحم والديك، قولي لي واش حبيتيني نروح نخدم، نكسر الحجر، نطلع الرمل؟ هيا قولي لي. الضحكي الله غالب، قرينا خرجنا قاعدين. هذه هي الدنيا، ادي ولا خلي كما يقولوا. انت اللي راك تقول فيها هكذا، تالي في الدنيا الناس كل تسعى، ما لقيتش خدمه في المجال تاعك، ماش هذه هي النهايه يا ابني. شوف فؤاد خوك اقل منك في السن، نقول لك صح شاطر عليك، وانت الله يبارك راجل طول وعرض اللي قادر تخرج لي الماء من الصحراء. نهار كامل انت مقابلني هنا في الدار ومعولي على باباك، الوقتاش اخويا الوقتاش ما على باليش. اي وقيلا ما عجبكش كلامي؟ ما عجبنيش كلامك يا يما وراك رايحين بهذه الحكايه، دائما حكايه واحده جايبينها مورايا كرهتوا لي حياتي، حتى الفنجان قهوه ولا يجيني مرار. شوف يا ابني انا خايفه عليك لا في النهايه تندم. شوفي يما ما تزعفيش، فهميني برك، هذا ما كان فؤاد، قولي استروا ربي اللي ما قراش قرايتي، وانا اللي نصحته قلت له ما تفيدك غير حاجه تطبقها في دنيتك من بعد. يا ابني انا ما قلت والو، انت ما لقيتش خدمه في المجال تاعك، علاه ما تروحش تعاون فؤاد خوك في البيطره؟ قلت ما نعاونش خويا، روح عاون باباك يا سيدي، عاونوا في التجاره. ياك شفتو مسكين يخدم وحده، وهاك شفتو كيفاه العشيه يروح كيفاش يروح، الحاله اللي يروح فيها. علاه هذا يما عمرها ولا تفهمي، وانا راح نهبل من العيشه هذه، ماشي الانسان يقول يدفن راسه خير. يما شوفي صويب وش عليك. صحة لبنيتي صحة، عجبتك؟ يما الحبيباتي بوس بنتي، صحة عليك يا ماما صح. شوفي تبل. السلام عليكم. وعليك السلام وليدي. سلام. سهيب وليدي يعطيك الصحة، كيف فرحت لي ياسمين، الله يفرحك وليدي. بلا مزية يما بلا مزية. يما هذه مليحة هذه. ياسمين اعطيني نشوف واش شرا لك. لا ما نعطيكش، انت ما تشري لي والو. شراها من عنده. باش شراها من عنده؟ باش كاش ما عنده، ياك حنا اللي رجعناها. نعيم